السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وخواتاتي المغاربة والمغربيات فيما كنتو منين ما كنتو كتابعونا، نتمنى انكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، ونبغي نرحب بكم معنا في فيديو جديد. فيديو اللي غادي نهضروا فيه على الخبر اللي المفاد ديالو بان رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش قام بتوجيه دعوة للنقابات التعليمية إلى الحوار القطاعي الاثنين المقبل، بمعنى أنه دعا النقابة التعليمية إلى الحوار القطاعي، يعني الحوار الخاص بقطاع التربية والتعليم. فتفاصيل هذا الخبر هذا هو أنه دعا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية اليوم الخميس بالعاصمة المغربية الرباط النقابات التعليمية من أجل العودة إلى طاولة الحوار وعقد جلسة للحوار القطاعي يوم الاثنين المقبل. وقال أخنوش في مستهل أشغال المجلس الحكومي بأن قناعتنا الراسخة هي أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطروحة، لذلك ندعو النقابات يوم الاثنين إلى عقد جلسة للحوار القطاعي. وجدد رئيس السلطة التنفيذية التأكيد على أن الحكومة على استعداد لتوطيد قنوات الحوار حتى إيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المدرسة العمومية. وأضاف أخنوش كذلك بأن الحكومة متشبثة بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه، مشيرا إلى أنها تعتبر التعليم ركيزة أساسية لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية ومغرب التنمية كما يطمح إليه جلالة الملك نصره الله. إذا هادشي اللي كاين في الفيديو ديال اليوم. فكيف ما قلنا، فرئيس الحكومة دعا النقابات التعليمية الحوار الخاص بقطاع التربية والتعليم من أجل إيجاد حلول لملف النظام الأساسي بهذا المعنى هذا. فباقي المستجدات وباقي التفاصيل وباقي الحيثيات ديال هذا الموضوع اللي عمرها كثيرا بسبب يعني كثرة الإضرابات وتوالي احتجاجات ديال رجال ونساء التعليم دفاعا عن مطالبهم المشروعة ورفضهم للنظام الأساسي الذي أهلك وأضر رجال ونساء التعليم. فهادشي كاين في الفيديو ديال اليوم، وإذا إن شاء الله في فيديوهات مقبلة مع مواضيع أخرى. كان معكم من الأخبار، ما تنسوش على أنكم تدعمونا بلايك وتعليق للفيديو، واللي مازال ما اشتركش في القناة ما ينساش على أنه يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.